مؤخرا الخوت خرج واحد القانون جديد واللي سميتو العقوبات البديله، واللي فيه بزاف د المميزات للسجناء. يعني تقدر تشري داك الايام السجن اللي غدوز، او لا تمشي تخدم وتجي تنعس في السجن، وبزاف د المميزات اللي غادي تعرفوها معنا في هذا الفيديو. المهم حنا بغينا نحلوا هذا الموضوع هذا باش نشوفوا شنو هما المميزات ديالو وشنو هما العيوب ديالو. فر على الدولة واحد العذاب كبير مادي ومعنوي بالنسبه للاكتظاظ اللي كيعرفوا دابا انتم السجون، خصوصا هذا القانون الجديد اللي خرج اللي قالت الحكومه ولا بغى الانسان يشري الحبس ديالو مزيانه. علاش عندنا الاستفاده منه؟ عوقب بجريمه اقل من سنتين يمكن مقابل ان يدخل السجن ان يؤدي ثمنها الى الدوله، ماشي يشري الايام ديالو. قلنا بين 100 و 2000 درهم اليوم يؤديها لفائده الدوله. بحال دابا راجل لاباس عليه عنده شركه بحال دابا هكايا والناس عندهم 200 البشر خدامه معاه ولا 100 البشر خدامه معاه، هذاك ما عندناش فيه الربح ولا صيفطناه للحبس. علاش ولا صيفطناه للحبس؟ نخليو هذوك الناس بطاليين، غتوقع الخساره غتوقع. اللهم يشري حبسو ونستافدوا حنا، والدوله هي غاديه بخير هكا وهكا مروجه الحركه والحمد لله. كما قلتي بالامس تمت الموافقه. العقوبات البديله هي العقوبات التي تعوض العقوبات الحبسيه، وحددها المشرع في ماشي اي عقوبه حبسيه كتعوض بعقوبه بديله، حبسيه هي عقوبات محدده كذلك، مده سجنيه. مشروع هذا القانون بين 3 أنواع من العقوبات البديلة تهم الأجل أو العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو كاين قوانين أخرى بحال دوز الحبس ديالك في الدار ديالك، أو لا تمشي تخدم وتمشي تنعس في السجن عادية، وبزاف د المميزات أخرى. هاد القوانين هادي راه شي حاجة اللي مزيانة وشي حاجه اللي متطوره وشي حاجه اللي يمكننا نقولوا عليها كتدمج السجناء وكتعيشهم في واحد الجو طبيعي باش يقدروا يوليو يتاقلموا في عيشتهم مزيان. قرارا ان كل من حصل على دبلوم مهني في السجن او حصل على شهاده جامعيه في السجن فانني ساقوم بالغاء جميع سوابقه ليبدا حياته من جديد. هذا القانون مزيان فيه شحال د المميزات، ولكن شكون اللي غيستافد منه وشكون اللي ما يستافدش منه؟ واش كاع السجناء غادي يستافدوا؟ هي الارهاب، وهي الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقليه، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقليه، الاتجار في المؤثرات العقليه عموما، الاتجار في البشر، الاغتصاب، امن الدوله والارهاب. راه كاين اللي غيستافد وكاين اللي ما غيستافدش، فهمتيني؟ علاش؟ ولا كنتي سارق الدوله راك ما غتستافدش، ولا كنتي من الارهاب راك ما غتستافدش، ولا كنتي من الاجرام راك ما غتستافدش. هادشي راه قانوني على الناس بحال دابا اللي عندنا بهم الغارات ومحركين اقتصاد توب عليك. الرشوه او استغلال النفوذ او تبديد الاموال العموميه، غسيل الاموال، استغلال الجنسي للقاصرين او الاشخاص في وضعيه اعاقه. إذن هذه قضايا لا يمكن أن تكون موضوع تدبير من هذا النوع. وبالنسبة لذاك الشباب اللي كيمشيو للملاعب وكيديروا الشغب وكيشدوهم البوليس، حتى هما هضر عليهم الوزير وقال واحد الكلمة في حقهم. غير اللي دار شي حاجه دير الحبس خاصك دير تربيه ودير كذا. واخا هاد الاطفال اللي كيديروا الشغب في الملاعب ودابا في الحبس مشات الخرايه ومشات سنهم ومشاو الاستقبال ديالهم ومشى، اشنو غندير لهم هذا؟ قال ماشي معقول ان شاب غادي يتفرج الماتش د الكره وفاش خرج ما نعرف شنو كان واقع له، هرس شي طوموبيله او لا شي موتور او لا شي حاجه، نديوه للحبس نضيعوه في قرايته نضيعوه في الشباب ديالو. شوفي هذا التاهيل كندير له على 6 شهور، محكوم واحد 4 شهور، محكوم 6 شهور، محكوم عام. اش من التاهيل وعاد التربيه كدير له؟ كنحطو كنسد عليه. ثانيا الاحكام في المغرب راه قاسيه، احكام راه قاسيه، اللي خصو يتحكم بعام كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم 10 سنين كيتحكم 20 عام. جنائف في المغرب يتجاوز 100,000 نسمة بحسب المندوبية العامة لإدارة السجون، رقم تعتبره الأخيرة مهولا يتخطى بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، والتي لا تتجاوز 64,000 سرير، يعزى إلى ارتفاع وثيرة الاعتقالات. الكلمة التالية اللي نقدروا نقولوا هو أن خص الحكومة فاش يجي عندها شي متهم تبحث فيه مزيان باش تعرف شمن صنف هو، واش من الصنف اللي غيستافد من هذا القانون او لا من الصنف الاخر
اللي التهم ديال مثلا الاغتصاب او الارهاب او نهب اموال الدوله او الاختلاس، الا كان عنده هذا الشيء راه ما غيستافدش من هذا القانون الجديد. وتا لهنا الخوت غنكونوا حللنا هذا الموضوع هذا. نتمنوا تكون وصلتكم واحد الاستفاده ولو غير شويه على هذا القانون الجديد، وبارطاجيو مع اصحابكم باش كل شيء يفهم هذا القانون هذا ويخدم عليه من بعد. شكرا بزاف لكم وتحياتي لكم. شكرا لكم بزاف اخوتي، والسلام عليكم. وديروا شي ابوني وتبعونا وبارطاجيو لنا، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم.